السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وأصحابي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبتدي معانا الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عليه الصلاة والسلام. ومعانا هنا هنعمل مع بعض الحمام المغربي في البيت بطريقة بسيطة جدا وطريقة سهلة. معايا صابونتين لوكس أي نوع بقى أنت عايزة تجيبيه، في الأبيض وفي الأسمر وفي اللون ده. أنا جبت اللون ده اللي كان متوفر عندي. ومعايا واحدة من المكعب المسك ده، ممكن تجيبيه باي ريحه انت عاجباك يعني الريحه. ممكن تعمليه مكعبين، بس انا حبيت ان ريحه اللوكس هي اللي تبقى طاغيه على الحمام المغربي بتاعي. يبقى صابونتين، الصابونتين دول 120 جرام. ومعايا كوبايه لبن، دول اللي انا هحتاجهم بس في الكميه كلها. ومعايا هنبتدي نجيب حله، ويا ريت الحله دي تبقى الومنيوم ستانلس ستيم علشان تقدري تتحكمي فيها اكتر. هجيب الحله دي واحط فيها اللبن، وهنرفع اللبن على النار لحد ما يدفى ويبتدي يديني السخونيه اللي انا عايزاها، عشان اقدر يبتدي داخل كده على السخونيه، بس عشان اقدر اسيح فيه الصابون بتاعي. تمام، اول ما يبتدي يسخن معايا هبتدي انزل معايا بالصابون جزء جزء كده لحد عينك، لحد ما يفك عندي. وايدك فيه اوعي تسيبيه عشان ما يتلسعش منك او يبوظ الوصفه. بس خلاص يا مكه، بس يا رحمن. تمام كده هبتدي انزل بالكميه واحده واحده، ودي بقيه الكميه كلها. وزي ما قلت لك دي يرجع لاختيارك بقى. ممكن تعملي صابونه واحده ومكعب مسك واحد، ممكن صابونتين ومكعبين، ممكن صابونتين ومكعب واحد. و هنبتدي نقلبهم. وطبعا لو حسينا ان هي احتاجت لبن هنزود معلقتين واحنا شغالين. انا زودت معلقتين لبن في الاخر، لقيتها محتاجه. طبعا ده حسب الصابونه بتاعتك او حسب الكميه اللي انت بتشتغلي بيها. هنبتدي نقلبها كده، وايدك زي ما قلنا فيها على النار. ممكن تستخدمي مضرب، بس انا حبيت اجيب السبتشيلا عشان تجيب لي من تحت وما تخليش اي حاجه تلزق في القاع. تمام، وعلى نار طبعا هاديه زي ما قلنا، وسط كده علشان ما تتلسعش من تحت لان فيها لبن. طبعا احنا عارفين فايدة اللبن للجسم، وعارفين الفوائد بتاع مكعب المسك جميل جدا. والصابونة طبعا بتديني الريحة بتاعتها، وبتديني الملمس بتاع الحمام الكريم بتاعي. شايفين بدأت تسخن وبدأت تسيح. انا هبتدي اقلب. تقليب مستمر بقى، اول ما بتدي تسخن كده معايا وتبتدي تغلي، تقليب مستمر عشان ما تتلسعش من تحت. انا عايزه كل ده يسيح خالص. شايفين كل فتره بوريها لكم اهي بدات تسيح شويه، بس ده بس لسه برضو ما وصلناش للي احنا عايزينه. وشايفين من تحت بدات تلسع اهي، عشان كده بقول لك خدي بالك في حله عاديه والتقليب مستمر. برضو بدات تسيح اهي. شايفين هو ده القوام اللي انا عايزاه، القوام الكريمي. وهيبقى معاكي احلى حمام مغربي معمول في البيت، ضمناه وضمن امكانيات وضمن الحاجات اللي اتحطت فيه. لا في حاجات كيماويات ولا في اي حاجه ضاره، وانت اللي حاطه الحاجات اللي انت عايزاها بنفسك. تمام، الاضافات بقى اللي هحطها بعد ما خلاص خلص معايا، طفيت عليه النار وطلعته بره وحطيته في علبه كده. هضيف عليه معلقتين بن ومعلقتين ملح ليمون. واحنا عارفين طبعا البن له فايده جميله في التقشير والتنعيم، والملح الليمون بيقشر وبينعم. ومعايا كمان البوبانه، ملح الحمام بالزبادي والحليب، ممكن تستخدمي اي نوع تاني. تمام، هو ده برضو جميل جدا، مقشر ومنعم ومبيض للجسم، وامكانياته روعه. تمام، وفي بعض الفيتامينات اللي احنا محتاجينها للجسم. خلاص تمام كده. هبتدي اقلب بقى. عندي الملح ليمون والقهوه مع ال- الخلطه اللي عندي دي لحد ما يدوب. وخدي بالك لازم يدوب خالص. شايفين هو سايل دلوقتي عشان هو سخن، اول ما هيبرد شايفين النار لسه طالعه منه زي السخونيه. اول ما هيبرد هيبتدي يتكتل معايا ويتعمل معايا، هيبقى زي الكريم. بس اهم حاجه التقليب علشان مفيش حته تجمد وحته تبقى ايه سايبه. هحط بقى الملح ليمون والبن او القهوه، وهبتدي اقلبهم حلو، واخد بالي لازم يدوبوا. فما بيدوبوش بالسهل. ممكن في المرحله دي تستعملي الهاند بلندر، تستعملي المضرب اليدوي. وهقلب كويس، وخدي بالك لازم يدوب كل حاجه. شايفين القهوه لسه ما دابتش، فهبتدي اضرب تاني. ومن الجناب بيبتدي ينشف اهون، فلازم اقلب وانزل الجوانب والحوافي لحد ما يبقى معايا القوام كريمي خالص، ويبتدي كل حاجه تدوب فيه.
وبالراحه خالص وعلى مهلك. هنزل الجوانب، شايفين الجوانب بتنشف بسرعه ازاي؟ علشان الجوانب بيوصل لها هوا بسرعه فبتنشف بسرعه. طبعا البني لسه عندي ما دبش اهون، بياخد وقت شويه، بس اهم حاجه تشتغلي بالراحه وما توقفيش الا لما تحسي ان كله داب. شايفين لسه؟ هقلب كويس لحد ما كله يدوب، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. طبعا الكريم ده او الحمام ده بنستخدميه مره في الاسبوع، بيدي نعومه جدا وبيشتغل كويس قوي على الجسم وعلى التقشير. معايا الصابونه زي ما قلت لكم 120 جرام، ممكن تستخدمي منها صابونتين وممكن تعملي صابونه واحده وتعملي نص الكميه. الصابونه عليها نص كوبايه لبن. تمام اهو عندي كده. انا هنا ضفت معلقتين لبن كمان بس الكاميرا ما جابتهمش. وهبتدي بقى اجيب ملح البوبانه بتاعنا ده، هناخد منه هنا عندي، هناخد منه معلقتين ونحط عليهم 5 أو 6 معالق من الخليط بتاعي ده لحد ما يديني الايه. بس يا مكة تمام كده. هنبتدي بقى نحط الخلطه بتاعتنا على معلقتين الملح الليمون اللي احنا خدناها، او ملح بوبانه اسفه. ودي الكميه دي هتكفي الجسم كله. حابه بتزودي حسب الاستعمال. الملح البوبانه ما بيتحطش على الخليط كله، الخليط ده بيتعان في التلاجة وبتطلعي منه على حسب استعمالك، تزودي عليه الملح البوبانه. وخلطه جميله جدا روعه، عملناها في البيت بطريقه جميله جدا. والسلام عليكم.